ألذ وأسرع فطيرة ممكن تعمليها، تنفع في غدا أو عشاء بحشوة بسيطة وطعمها تحفة من غير عجن ولا دقيق، حاجة كده روعة. حط فيه معلقتين كبار من الزيت، هنزل عليه بربع كيلو من صدور الفراخ المتقطعة شرايح رفيعة المغسولة ومتصفية من المية كويس. هسيبها كده لحد ما يغير لونها. غيرت لونها بالشكل ده هقلبها، اديها رشه فلفل اسود، رشه من البابريكا من بهارات الفراخ، رشه صغيره من الزعتر. انزل على الفراخ ببصلتين متقطعين جوانح صغيره بالشكل ده. هقلب دبلة البصله، انزل عليها ب3 قرون من الفلفل الالوان متقطعين جوانح صغيره. انزل عليهم بمعلقه كبيره من الصلصه او الكاتشب المتوفر عندك حطيه. اديهم تشويحه. هتبل بمعلقه ملح صغيره، بمعلقه فلفل اسود. على البارد هنعمل صوص بشاميل خفيف. هجيب كوبايتين من اللبن كامل الدسم، هضيف عليهم معلقتين كبار من الدقيق، معلقتين سمنه او زبده كبار. هقلبهم مع بعض على البارد، ادوب الدقيق. حطيتهم على نار متوسطه وايدي فيهم بالتقليب المستمر، ما اسيبهمش عشان الدقيق ما يكتلش معايا. بدأ الصوص يتقل بالشكل ده، هضيف عليه شويه من الجبنه الموتزاريلا وهقلبهم. ريحه الجبنه وبقى بالقوام الجميل ده. هتبلهم بشويه ملح وفلفل، رشه صغيره من الفلفل الاسود، واقلبهم وهطفي عليهم النار. هجيب صينيه بيتزا بالشكل ده، هضيف فيها رغيف عيش لبناني يكون رفيع او شامي زي ما تحبي، وقطعت الرغيف شرايح بالطول كده. هكمل بيها الصينيه، هحطها حواليه. كملت الصينيه بالشكل ده. هضيف شويه من الصوص الكريمي اللي احنا عملناه عليهم وادهنهم بيه. هضيف شويه من الحشوه. هضيف طبقه تانية من العيش وهكمل الصينيه بنفس الطريقه. هضيف طبقه من الصوص وادهن. ضفت بقيه الحشوه وضفت قطع صغيره كده من اللانشون، ودي خطوه اختياري. هدهن الطبقه الاخيره من الفطيره. جبت معلقتين من الكاتشب، عليهم رشه صغيره من الزعتر، رشه من الثوم البودر بالشكل ده، وهقلبهم وهدهن بيهم الفطيره بتاعتي. بعد ما دهناها بالكاتشب بالشكل الجميل ده، نديها رشه حلوه كده من الجبنه الموتزاريلا على وشها، شويه من الزيتون وشويه من الفلفل الالوان. ندخلها الفرن على درجه حراره 200 لحد ما الجبنه تسيح ويمتزجوا كده مع بعض، وبعدين نخرجها. شايفين الفطيره بتاعتنا وجمالها؟ تحفه.